هاي. النهارده هنتكلم فيديو جديد، بس اول حاجه متنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب للقناه. ممكن اقولك كفايه كده بقى، كفايه كسل. نقول خلاص السنه خلصت، احنا خلاص بقينا تقريبا في نص 12، فخلاص يعني لغايه امتى هنعيش دور الضحيه؟ لغايه امتى هتفضلي قاعده على سريرك بتعيطي؟ قوليلي، يعني سنه، شهر، شهرين، 4، يعني قوليلي قد ايه عمرك كله؟ هل انت لما تقعدي كل الفترة دي حد هيجي واحد بس يقولك انت ملك، انا بطبطب عليك اهو، تعالى انا اشيل بقى الحزن ده عنك انت واخد انا مكانك؟ لا. هل لما انت تتعبي وعينك تتعبك من كتر مثلا العياط، يجيلك مشكلة في القلب بعد الشر عليكي من كتر الزعل، او انك بتنامي معيطة؟ وده غلط جدا، غلط جدا ان احنا ننام معيطين. تمام؟ عشان بس في ناس هوايتها مفضلة ما تعيطش غير بالليل قبل ما تنام. غلط. هل لما يبقى في حاجة معينة أنا بعاني منها حد بيجي يقولك معلش ممكن أخد التعب ده عنك، ممكن أشيل الزعل ده عنك، ممكن قلبك اللي اتكسر من شخص ممكن أنا أجي مكانك؟ لأ. لأ، مفيش حد بيجي يقولك لأ، مفيش حد بيجي يقولك كده. فما دور الضحية، أنا عنديش مشكلة إن أنا أعيط وأزعل وإن أنا أبقى مكتئبة ومش قادرة، بس اقاوم، بس هنزل. يعني انا النهارده حصل حوار ضايقني موت، خلاص حوار عدى، هقفله وأكنه ما حصلش وهشوف باقي حياتي. اخد وقتي في زعلي بس ما اطولش. مش كل ما اجي اقوم اقف اقول لا لا عشان ابين للشخص اللي كسرني ده ان انا مكسوره اكتر، فهقعد اعيط اكتر كمان في البيت وهكتئب ومنزلش مثلا الشغل، مثلا لو الشخص ده معايا في نفس المكان فمنزلش المكان ده لمدة كام شهر عشان بس يعني الشخص ده يحس ان انا زعلت عليه. لا، الزعل بيبقى جوه قلبنا، احنا متضايقين او احنا زعلانين او احنا مكسورين، احنا مكسورين من جوه. حد عارف؟ شلة حواليا او ناس حواليا او مامتي او بابايا او اهلي في البيت بس، او صحابي القريبين قوي عارفين انا مثلا مكسورة من ايه، دي حاجة ترجع لي. لكن مش كل ما همشي بقى لحد اقول له انا متضايقه من ايه، مش كل ما حد يشوفني يقول لي انت متضايقه من ايه احكي له بقى ان انا قد ايه انا كنت ضحيه في عيلتي، او ضحيه في صحابي، او ضحيه في الشغل، او ضحيه لشخص مش قد المسؤوليه. لا، مش هنقعد نعمل كده. كده كده انت قاعده، حد هيجي يطبطب عليكي، واللي هيطبطب مره يا حبيبتي مش هيطبطب مره واتنين وتلاته، هي مره واحده بس. لان الناس بتزهق، وده على فكره ده طبيعتنا. يعني انت هتلاقي كده اللي هو انا بزهق بجد. يعني مفيش حد هيحب ان هو يبقى حياته صعبة، مفيش حد حياته كويسة على طول. فمش هيبقى حياتي صعبة مثلا كلها مشاكل او حاجة تكفيني انا، واجي صاحبتي كل يوم تقعد تحكي لي نفس الموضوع وتقعد تقول لي قد ايه انا مظلومة، قد ايه انا الحياة دايسة عليا. حلو، الحياة دايسة على وشك، قومي بقى كفاية خلاص. يعني الحياة هتدوس على وشك تفضلي انت واقعة براحتك، كده كده مفيش حد هيجي يقومك، كده كده مفيش حد هيجي بجد يقولك واو تعالي 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 انت زعلانه. لا لا خلاص. وبالذات لو انت بنت وبتصرفي على نفسك، او انت في مثلا في دراسه، مثلا في ثالثه ثانوي مثلا، سنه صعبه مهمه قوي ليكي، وتيجي تقولي لي انا هكتئب دلوقتي، او انا صاحبتي سابتني دلوقتي فانا هقعد بقى اعيش دور الضحيه دلوقتي، الناس كلها ده جايه عليا دلوقتي فهعيش دلوقتي بقى في دور الضحيه. لا يا حبيبتي، لا، قومي قومي عيطي وذاكري الاتنين مع بعض. وزن بين ان انا اعرف ابين المشاعر دي واحسها واعيشها فعلا، وبان انا بستمر فيها وخلاص. اللي هو انا حاسه ان انا مش متضايقه من جوه، بس انا بحب ابين كده اكتر للناس عشان الناس تعرف قد ايه انا مكسوره في حياتي. هو بجد في ناس بتعمل كده، اللي هو انا تمام اتعافيت من الموضوع بس انا هبين للناس قد ايه ان انا مكسوره وقد ايه ان انا الدنيا جت على وشي. هو كده كده مفيش حد مهتم، كده كده الناس مش بتحب الشخص الكتير قوي اللي بيقعد يقولك انا مش عارفه ايه، انا الدنيا صعبه عليا، انا الناس كلها الدنيا صعبه عليهم، بس في فرق بين شخص هو عارف ان الدنيا دايسه على وشه بس هو لازم يقوم يكمل عشان لسه عنده اهداف عايز يحققها، او مثلا في سنه دراسيه مهمه، هو مثلا هو اللي بيصرف على اهله بيته، فهو لازم يقوم
حتى لو حد يعني ضايقه، كسر له قلبه شويه. ففوقي كده، فكري. اتمنى ان الفيديو ده يكون فعلا فعلا هيظهر للناس اللي بتمر بالحوار دوت. كفايه دور ضحيه، كده كده مفيش حد هيجي يطبطب عليكي. شوفي قد ايه انت مثلا قبالك اسبوع ولا شهر ولا كام سنه، ولا قد ايه في حياتك حاسه ان انت قاعده. انا الدنيا صعبه، انا في شخص معين داس على حياتي وداس على وشي وبهدلني، فهفضل بقى انا قاعده بقى لغايه ما حد تاني يجي ياخدني من ايديا. هل في حد جه؟ لا. يعني مفيش حد هيحب يجي يكمل حاجه او يصلح حاجه وانتي اصلا لسه مدمراها مبوظاها. واللي هيجي هيقعد معاكي شويه، اسبوع اسبوعين، مش هيفضل طول حياته، مش هيركن جنبك، مش هيقعد جنبك على السرير هو كمان يكمل. ايا كان مين. ونرجع نقول اصل الناس اللي حوالينا مش حلوين، اصل هما مش بيقفوا جنبنا. هما بيقفوا جنبنا بس احنا ما نوسعش مننا. يعني مفيش حد كده هيسيب حياته ويجي يقفل حياته كده ويركنها على جنب، يقول انا النهارده هروح اشوف ساره عشان مش ساره يبقى لها شهرين 3 مكتئبه عشان مثلا اي سبب بقى. هل في حد بيعمل كده دلوقتي؟ ولا كان بيعمل كده قبل كده؟ يعني مفيش. فقومي وكفايه بقى، كفايه. يعني السنه خلصت، الحقي شوفي الاهداف الجديده اللي لسه هنكتبها ل 2026 وهنحققها وهنشتغل عليها. والسنة اللي أنا فيها دلوقتي خلاص هي خلصت. شوف كم الدروس اللي اتعلمتها وأكتبها، لأن هي فعلا هتبقى مهمة لما نيجي نبص عليها السنة الجاية إن شاء الله. يعني هتحس اللي هو أنا قد ايه عظيمة إن أنا الحاجات دي كسرتني شوية وعيطت شوية واتضايقت شوية، بس كنت قادرة بقاوم وأقوم. مثلا لو عندي شغل فأقوم أروح شغلي، لو أنا في دراسة فأقوم أروح دراستي. والحاجات دي هي جوانا بس، هي مكسورة او الحاجة دي مضايقاني بس هي جوايا بس. ما تبينيش ضعفك لأي شخص في الدنيا ابدا، ولا تقولي لحد على الحاجات اللي بجد دايسة عليكي، عشان في ناس كتير قوي هتستغلها ضدك. بلاش بلاش بلاش. خليكي قوية قوي قدام الناس. عادي انهار، عادي ازعل، ده بيني وبين نفسي. بس انا لما بنزل من بيتي فانا كده اهو، مفيش اي مشاكل، مفيش اي حاجه في حياتي. ما بقولش نبين عكس اللي جوانا ونكدب اللي جوانا، لا. انا بس مش المفروض كل الناس تمشي في الشارع تعرف ان انا مالي او تعرف ان انا عايشه دور ضحيه، لا. ناس قريبين هتعرف مني الحوار ده، وانسى بقى واتعايش. شخص جه اداني درس صعب قوي من حياتي، اخد مني كتير قوي، معلش، عادي. احنا عايشين عشان نتعلم اصلا. فانا جاي بقولك كفايه دور ضحيه. قومي وركزي في حياتك، لان مفيش حد هيجي ينفعك، مفيش حد هيجي يطبطب عليكي اكتر من مره او مرتين او 3، لان طبيعتنا احنا بنزهق. ويا رب يا رب يا رب اي حد يشوف الفيديو ده مكتئب او زعلان او اي في اي حاجه، انا بقولك معلش، هي الحياه كده، وانت لازم تبقي قويه وما تديش الثقه الموت في اي حد. وما تقولش ان مستحيل شخص يعمل كده، مستحيل مش مستحيل، ان المستحيل بيتحقق مع الاشخاص دلوقتي بجد. فاشوفكم في فيديو جديد. قومي من دور الضحيه وما تثبتيش لحد انك ضعيفه او ان انت مش عارفه تعيشي من غيره. اشوفكم في فيديو جديد. باي باي.